لا يوجد نهائيا أي فرق بين الله عز وجل وبين أهل البيت إلا هذا الفرق، أنهم عبادك وخلقك. أذكر لكم نماذج. طبعا الدعاء هذا شامل لكل الأبعاد، أنا أذكر نماذج حتى نعرف أنه ماذا يعني كل الأبعاد، لا يوجد فيها فرق بين الله عز وجل وأهل البيت إلا أنهم. ما هو الفرق بين علي وبين الله؟ إذ أن الله رازق وعلي رازق، الله يحيي وعلي يحيي، علي يميت والله يميت، علي يعطي للناس والله يعطي للناس. ما هو الفرق؟ الفرق هو أن الله رب علي وعلي ربه الله. زين، الفرق بين الله وبينهم بالعلم ماكو فرق. الفرق بين قدرة الله عز وجل وقدرتهم ماكو فرق. الفرق بين حياتهم وحياة الله عز وجل ماكو فرق. لا تقول لي تجيب لي من جيبك ولا اجيب لك من جيبي. احنا وكلام الامام المعصوم، وهسه انقل لك كلمات اكابر العلماء، السيد الخوي، التبريزي، الروحاني، هسه البروجردي، هسه راح انقلهم. الفرق، يلا خل اسجل قاعده اليوم، الفرق بين الله عز وجل وبين اهل البيت، اقصد بهم من هم؟ جزاكم الله، صلوات الله عليهم. فرقان لا ثالث لهما، عبيد مخلوقين وهم والله حقيقة واحدة. يقول الإنسان الكامل له كل الأمور الكونية وله كل مقاليد الدنيا، غاية ما في الأمر لا فرق بينه وبين الله، غاية أن الله هو ربه وهو مخلوق، ولذا صار خليفة الله. من هذا خليفة الله؟ إذا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.